المهم البنات، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم جيت بهاد لا فيديو اللي غادي نقول لكم فيه يعني الحوايج اللي شريت من المعرض اللي كان مدينة وجدة. كما شفتوا المعرض كان زوين، وكانوا فيه حويجات زوينين، يعني كانوا فيه حويجات نتاع هاد لي ماسك، كانوا نتاع الشعر، السيروم، كانوا بزاف ديال الحوايج. البنات السلام عليكم. كما شفتوا اليوم غادي نقدم لكم الحوايج اللي شريت من المعرض الجهوي اللي كان. واول حاجه البنات كنتقداها انا هي العسل. هنا كما شفتوا العسل راني خديت 500 غرام. هذا العسل ديال الدغموس والعسل ديال الخروب، يعني حتى هو شي حاجه اللي هي زوينه، وتعاونيات اللي يعني عندهم الاعتماد يعني تاع لونسا وداك الشيء، يعني عندهم كما قلت لكم واعر. يعني هذه تعاونيات الشهد كما شفتوا، ها هي كريم الدريوش. هادو ديما كناخذ من عندهم العسل، والعسل ديالهم الصراحه عسل غزال. خديت حتى هادو البنات، هاد التركيبه الرباعيه هذه حتى هي زوينه البنات، فيها الخلطه الملكيه وكذلك الزعفران الشعره. كما شفتوا هذا الشيء الزعفران شعره. كذلك البنات كناخذ الكمون هادو من بوعنان اقليم فيكيك. هاد الكمون البنات راه كمون بلدي، هذا اللي في لومبالاج كيكون الثمن ديالو زايد، وهذا يعني نفسه غير زدت منه هاد يعني في نفس العبار، يعني نفسه بحالو كيكون نقي. كنعاودوا له واحد التغربيله خفيفه وصافي، يعني كنزولوا له داك الخضرات وداك الفائض. بالنسبه كذلك البنات منطقه فيكيك عندنا هاد التمر ديال العزيزه. كما شفتوا كيكون الثمن ديالو ما غاليش، هذا ما غاليش ولكن زوين، كيديروا اثمنه زوينه. هذا كذلك البنات الكركاع، يعني جديد، حاجه نقيه، يعني استغلوا الفرصه وشريو من المعرض باش تشريو حاجه نقيه وحاجه زوينه. كذلك البنات الكسكس، هذا كسكس الخروب، كاين الكسكس ديال النبك، كاين الانواع، كاين الخماسي، كاين دقيق القمح، كاين يعني انواع واشكال. غزال البنات، يعني الكسكسو ديالهم فهو غزال. يمكن هذا كان شي 40 درهم. كذلك البنات الزميطه حتى هي كانت 50 درهم. هاد الزميطه البنات رائعه، راني جربتها في الفطور وجات غزاله، يعني شي حاجه اللي هي طوب. هذه تاع عين صفا، الناس ديال عين صفا، ها هو الرقم ديال الهاتف تاع السيد. اللوز عنده كذلك غزاله البنات، والله الا واحد اللوز اللي رائع. سولته واش كيكون امير، يعني فيه شي حبات مرين، قال لي لا. دونك خديته بلا ما نتردد. انا ديما هاد الحوايج البلديه عزازين عليا، ديما كنشريهم. دونك لقيت البنات بزاف كيشكروا هاد لي ماسك ديال النيله. هذا البنات نتاع النيله كما شفتوا، وكاين واحد هادو نفسهم من نفس يعني الجمعيه. هذا السيروم، هاد السيروم حتى هو واعر. هذا بالهيالورونيك اسيد، يعني سيروم واعر البنات. هذا الزيت ديال القنب الهندي كما شفتوا، حتى هو رائع، كيشكروه بزاف. ويعني لتساقط الشعر، كما عرفتوا الوقت دابا كلشي كيتساقط ليه الشعر. هادو البنات دي ماسك بالودعه. هذا ماسك ديال الخرقم، وهذا ماسك ديال الورد. هذا البنات كوماج، هذا كوماج ديال الحمام، نو بليطو هذه الملحه نتاع الاسترخاء ديال الكاليبتوس، كديروها في الماء وكتدوشوا بها فهي زوينه. هذا هو الكوماج، هذا كوماج كتخلطوه مع الصابون البلدي، فيه الحنه والزعفران والاعشاب، يعني كتخلطيه وكيخلي لابو ديالك رائعه. هادو الشوب يعني مخلطين، كيبيعوهم مخلطين، كديريهم عليهم الماء، وكديريهم في واحد البخاخ وكترشي الشعر ديالك، فهو كيقوي الشعر وكيساعد على نمو الشعر، يعني كيخليش الشعره كتقصف. دونك البنات هادو هما المشتريات ديالي اللي شريت من المعرض. هما كانوا بزاف يعني ديال المشتريات، ولكن يعني كانوا بزاف ديال المنتوجات بليطو، ولكن انا شريت غير اللي خاصني واللي انتريسي به. هادو دي ماسك يعني بنتي بغاتهم،
اكثريه هذا كانت شافته وعجبها. قلبت على فيتامين او ما لقيتش، ولكن من بعد ان شاء الله وندوز نشري فيتامين سي اللي موجود بكثره. البنات بالنسبه للوز اللي قلت لكم، ها هو شوفوا البنات الحبات ديالو قداش كبار وبنين بنين بنين، فما تردوش، شريو من يكون شي معرض محلول اغتنموا الفرصه وشريو منه، لانه فريمون داكشي اللي كيبيعوه تما راه يعني شي حاجه ديال البلاد ونقيه وطوب، يعني طوب. الا شريتو شي حاجه ما غاديش تندموا. الاخص الكمون، وهذا الشيء ديال الزميطه البلديه هذه نتاع المرمز البنات، نتاع المرمز، ما عرفت شنو كيقولوا ليه في الغرب، ولكن حنا كنقولوا ليه الزميطه. تلفات اللي مشات ليا. هذا كذلك البنات، هذا نسيت ما وريته لكمش، هذا اللوز، لان قلت لكم راني شفت بزاف نص راس تاعك. هذا اللوز البنات ملبس بالقرفه، رائع، واحد لوغو غزال 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 غزال، ما تشبعوش منه. شريت هذا وشريت واحد اخر ملبس بالزعتر، منسم بالزعتر، وواحد اخر بازير، فكانوا رائعين. حتى الكاوكاو البنات كان عندهم غزال. هذه كلها 20 درهم ولا 15 درهم ولا ما عقلت. المهم هادشي كله راه تقام عليا شويه غالي، ولكن ماشي خساره في هاد المنتوجات ديال بلادنا.